استغلال البنات ودور الرعاية في الإجرام أمر مش مستحيل، وده اللي هنشوفه في موضوع فيلم النهاردة. بس قبل ما نبدأ متنساش تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ويلا نبدأ القصة. بيبدأ الفيلم في دور رعاية للبنات، والضرب بيكون ليه قواعد وقوانين في منتهى الشدة. وبتقف البنات صف واحد علشان يستخدموا الحمام. اما بتقف البنات علشان تغسل وشهم بيكونوا قدامهم كاميرا بتراقبهم، وهم بيدهنوا وشهم بكريم بشرة معين. وأي بنت بتنسى تدهن الكريم بتتعاقب على كده. وبيجي دور بنت اسمها فيفيان علشان تغسل وشها وتدهن من الكريم. بس بتيجي بنت اسمها صوفيا وبتخبط فيها وبيقع منها الكريم. وبتكون صوفيا نظرها ضعيف ومش لاقيه الكريم، وبتروح فيفيان بسرعه علشان تجيب لها الكريم وتساعدها. ده بيتسبب انها تتاخر ودورها بيروح. وبينور جهاز الانذار. وبيجي اتنين من الحراس وبياخدوا فيفيان وهي بتترجاهم انهم يسيبوها. تكون صوفيا وباقي البنات باصين للحيطه ومتضايقين من اللي بيحصل. والدار بيكون موجود في مكان معزول وما فيهوش اي شبابيك علشان الشمس والهواء ما تاثرش على جلد وبشره البنات. يكون البنات عمرهم ما شافوا الشمس ولا تعرضوا للهواء لانهم موجودين في الدار من صغرهم. وبيبداوا جوه الدار من المستوى صفر وهم صغيرين، وبيتنقلوا بين المستويات لحد ما بيوصلوا لاعلى مستوى اللي بيكون المستوى 16. معناه ان البنت بيبقى عندها 16 سنه، وده الوقت المناسب عشان يتم تبنيها من الاسر. بنات طول عمرهم بيتعلموا ازاي يهتموا ببشرتهم وبحياتهم ويتعلموا فن الاتيكيت، لكن عمرهم ما بيكونوا اتعلموا القرايه ولا الكتابه. بعد ما بيعدي وقت طويل بتكون صوفيا وفيفيان وصلوا للمستوى ال 16. بس فيفيان بتكون بتكره صوفيا بسبب حادثه الكريم واللي حصل لها بسببها. تكون البنات مبسوطين ان هم في اخر مستوى ليهم. وبتروح صوفيا لفيفيان الحمام علشان بتكون عايزه تتكلم معاها. وبتكون فيفيان عايزه تسيبها وتمشي لان ده ممنوع وضد قوانين الدار. ده بتيجي ميس ميري مدرسة البنات وبتقول لهم إنها عندها خبر حلو ليهم، وهي إنها جايبة لهم كل واحدة فستان جديد. وبتكون البنات فرحانة ومبسوطة لأنهم أول مرة يلبسوا فستان. في اليوم التاني بتقوم البنات بأعمال الدار المعتادة وهم لابسين الفساتين الجديدة. وبتقرب صوفيا من فيفيان وبتطلب منها إنها ما تاخدش حبوب الفيتامين وتعمل نفسها قدامهم إنها أخدتها. ما بتلحقش صوفيا إنها تقول لفيفيان على السبب، وده بسبب إن في بنت بتقرب منهم وبتطلب صوفيا علشان تكمل شغل معاها. تكون فيفيان مش عارفة إيه سبب الطلب اللي طلبته منها صوفيا، وكمان هي مش واثقة في صوفيا، ومع ذلك ما بتاخدش حبوب الفيتامين علشان تجرب إيه اللي هيحصل معاها. لما بيجي الليل بتنام كل البنات ما عدا صوفيا وفيفيان لأنهم ما أخدوش الحبوب. بتقول لها صوفيا إن الدار بتديهم الحبوب على إنها حبوب فيتامينات، بس في الحقيقة هي حبوب منومة. وبيسمعوا صوت رجلين بتقرب من أوضة البنات، فبتجري صوفيا بسرعة على سريرها وبيعملوا نفسهم إنهم نايمين. تدخل عليهم ميس ماري ومعاها اتنين من الحراس وبياخدوا اتنين من البنات وهم نايمين، منهم فيفيان وواحدة تانية اسمها مليكة. وبتدخل بيهم ميس ماري على أوضة بيكون فيها راجل وست كبار في السن. بتسأل ميس ماري الراجل والست عن البنات وإذا كانوا مناسبين للبيع ولا لأ، وبتتكلم عنهم وكأنهم سلع للبيع. بتتصدم فيفيان لما تسمع الكلام اللي بيتقال وبتعرف إنهم مش موجودين في الدار علشان التبني، وإنما علشان يشتريهم الناس الأغنياء. وبتشاور الست العجوزة على البنت اللي اسمها مليكة وبتقول لميري إنهم هيشتروها. بعدها بيرجعوا البنتين تاني لمكانهم وهم نايمين. وفي الوقت ده بتكون فيفيان صدقت كلام صوفيا، وبتقول لها صوفيا إنها ما بتاخدش الحبوب من مدة كبيرة، وإنها بتسمع ميس ميري كل ليلة وهي صاحية بتيجي وبتاخد البنات وهم نايمين علشان تعرضهم على الناس الأغنياء. وبتقول لها إنهم لما بيناموا بتصحى بنات من مستوى تاني وبيعملوا نفس الروتين اللي هم بيعملوه كل يوم. وتاني يوم بتروح البنات على دكتور بروكسل في العيادة علشان يكشف عليهم ويديهم التطعيم ضد الأمراض. وبيجي الدور على فيفيان وبيحس بروكسل إنها بنت ذكية ومش عادية ومتميزة عن باقي البنات وبيضحك معاها. وبتخلص فيفيان الكشف وبتاخد التطعيم وبتخرج. بالليل بتنام كل البنات وبتكون فيفيان وصوفيا كالعادة ما أخدوش الحبوب ولسه صاحيين، وبيكونوا الاتنين بيدبروا إزاي ممكن يهربوا من الدار. وبتقول لها فيفيان إنهم محتاجين كارت المفتاح علشان يقدروا يفتحوا الأبواب. وبتقترح عليها صوفيا إنهم يسرقوا الكارت من الحارس اللي بيجي بالليل علشان يتحرش بالبنات. وتاني يوم أثناء الفحص الطبي بيلاحظ دكتور بروكسل إن فيفيان ما بتاخدش الحبوب، ولما بيسألها عنها بتقول له إنها بتاخد الفيتامينات في ميعادها. بيقول لها دكتور بروكسل إنه هيديها حقنة فيتامينات تقويها. بتكون فيفيان خايفة من الحقنة بس ما بتقدرش ترفض علشان الدكتور ما يشكش فيها. وبتفضل فيفيان طول الوقت دايخة وعايزة تنام بعد ما أخدت الحقنة. وبتتكلم فيفيان مع صوفيا بهلوسة وبصوت عالي، وبتكون لسه لسانها تقيل ومش قادرة إنها تتكلم. بتاخد بالها بنت من البنات من تصرفات فيفيان وتبلغ عنها ميس ميري اللي بتيجي وبتاخد فيفيان علشان تعاقبها وبتحبسها في قفص حديد ضيق. بعدها بترجع ميري على أوضتها وبتشرب الكحول وبيكون معاها دكتور بروكسل، وبيتضح إن في ما بينهم علاقة. وبيقول لها بروكسل إنه مدير الدار عايز يجيب دفعة جديدة من البنات.
بيعرض بروكسل على ميري إنهم بدل ما يجيبوا البنات الرضع يجيبوا المراهقات ويعملوا لهم إعادة تأهيل، لكن ميري بترفض الفكرة. بالليل بتجيب صوفيا ملايات السرير وبتربطهم في بعض لأنها بتكون عايزة تهاجم بيهم الحارس اللي بيدخل وبيتحرش بالبنات. ولما بيدخل الحارس لأوضتهم ويتحرش ببنت نايمة بتيجي صوفيا من وراه وبتخنقه بالحبل، وبتجري بسرعة على فيفيان علشان تحررها، لكن الحارس بيلحقها وبيمسكها وبتضربه صوفيا بمكوى موجودة قدامها في وشه، وبيفقد الحارس الوعي وبيقع على الأرض. وبتجري صوفيا بسرعة بعد ما بتاخد من الحارس بطاقته، بتروح على فيفيان علشان تحررها، بس جهاز الإنذار بيضرب وبترجع صوفيا على أوضتها بسرعة. في اليوم التاني بتخرج ميس ميري فيفيان من الحبس وبتوديها مع البنات، وبتقول لهم ميري إن صوفيا خالفت قوانين الدار وهتتعاقب. وبتبدأ تسأل البنات عن المفتاح اللي أخدته صوفيا من الحارس، بس محدش بالبنات بيرد عليها. بيهدد بروكسل البنات وبيقول لهم إنهم هيفضلوا يعاقبوهم واحدة ورا التانية لحد ما يظهر المفتاح. أمر واحد من الحراس إنه ياخد بنت منهم ويعذبها قدام زمايلها، وبتفضل البنت تصرخ وتقول لهم إنها ملهاش دعوة وما عملتش حاجة. وبتدي ميري البنات الحبوب في بقهم بنفسها علشان تتأكد إنهم أخدوها. وبتكون فيفيان عارفة إن صوفيا خبت لها البطاقة علشان تلاقيها وتهرب بيها، وبالليل بتدور على المفتاح لحد ما بتلاقيه وبتحاول إنها تفتح بيه الباب بس ما بيفتحش. بتيجي لفيفيان فكرة، وهي إنها تستعمل البطاقة كمفك، وبتفك فيها مسامير الباب وبتخلعه من مكانه وبتخرج من الأوضة. بعدها بتروح على عيادة دكتور بروكسل وبتلاقي ميري هناك، وبتحاول إنها تحقن فيفيان بحقنة مخدر. وبتسأل فيفيان ميري عن مكان صديقتها صوفيا، وبتقول لها ميري إنها تعبانة ومرهقة ولازم تاخد الحقنة الأول بعديها هتوديها لمكان صوفيا. وبتقدر فيفيان إنها تاخد الحقنة من ميري وتحقنها هي بيها. وبتسأل فيفيان ميري تاني عن مكان حبس صوفيا، بس ميري ما بتردش عليها. وبتروح فيفيان تدور على صوفيا في سجن الدار، وفعلا بتلاقيها محبوسة في زنزانة هناك. وبتقدر فيفيان إنها تفتح باب الزنزانة باستخدام البطاقة وبتحرر صوفيا. بعدها بيكتشفوا جثث بنات كتير حواليهم، ومنهم البنت اللي اتعاقبت بسبب ضياع المفتاح، وبنات تانية زمايلهم من اللي اتباعوا للناس الأغنياء، وبيكون جلد جسمهم ووشهم مسلوخ. وفي الوقت ده بتكون صوفيا عايزة تروح تحذر باقي البنات من اللي بيحصل، لكن فيفيان بتكون موهومة ما بيكونش هاممها بس غير إن هي تهرب بنفسها. تجري صوفيا بسرعة علشان تجيب باقي البنات، وبتدخل فيفيان لمكتب دكتور بروكسل وبتشوف في الشاشة ميري وهي بتعمل إعلان لعيادة الدكتور. بتقول في الإعلان إن دي هي العيادة الوحيدة اللي بتقدر تغير أي وجه للوجوه اللي موجودة عندهم. بتفهم فيفيان إن الدار مجرد مكان بيستغلوا المجرمين علشان يبيعوا جلودهم للناس الأغنياء وبعدين بيقتلوهم. وبتتجمع كل البنات وبياخدوا ميس ميري وبيحبسوها في القفص الحديدي الصغير، وبتضرب أجهزة الإنذار في الدار كله والبنات كلها بتجري علشان تهرب. تكون صوفيا هي البنت الوحيدة اللي متأخرة في الخروج عن باقي البنات، وده بسبب ضعف نظرها. وبيمسكها واحد من الحراس وبترجع لها فيفيان بسرعة وبتضرب الحارس وبتخلصها، وبيقدروا إنهم يرموه من فوق سطح المبنى. وفجأة بتوصل عربية وبينزل منها 2 مسلحين وبيجروا عليهم، وبتاخد فيفيان صوفيا وبيدخلوا بسرعة على أوضة بيقفلوا الباب عليهم. وبيوصل دكتور بروكسل وبيحاول انه يقنع البنات انهم يفتحوا الباب لان الباب قوي جدا وبيكون مقفول باحكام وصعب انهم يكسروه. وبيقول لهم دكتور بروكسل ان الدار اخدتهم بعد اهلهم ما رمتهم وربوهم ورعوهم. وبتمسك فيفيان وشها وبتسال دكتور بروكسل الوش ده يسوى كام عندك؟ رد عليها بروكسل انه صرف عليها 16 سنه، ان الوش ده كلفه كتير وغالي عنده ومش هيسيبه يضيع منه. تمسك فيفيان مفكه وبتفضل تجرح في وشها لحد ما بتشوهه. وفي الوقت ده بيجي للحراس تليفون من مدير الدار، وبيبقى واضح انه هو امرهم انهم ياخدوا دكتور بروكسل ويقتلوه لانه فشل في المهمه المكلف بيها. ياخدوا الحراس بروكسل وبيمشوا، وبتفضل فيفيان وصوفيا محبوسين جوه الاوضه قافلين على نفسهم وبيناموا من كتر الخوف والتعب. ولما بيطلع النهار بيتكسر باب الاوضه عليهم وبتكون الشرطه وصلت للمكان. خرجوا البنتين لاول مره من الدار وبيشوفوا الشمس وبتكون الدنيا بتمطر، وبيستمتعوا بالطبيعة لأول مرة في حياتهم. بعدها بيحطوا إيديهم في إيدين بعض وبيمشوا علشان يبدأوا حياة جديدة. ولحد هنا بيخلص الفيلم. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ونشوفكم الملخص الجاي.